اتعلمت ان الزعل ما ياخدش اكتر من يوم واحد بالنسبه لي. بتيجي اي موقف بيجي لي ان كان موقف صعب جدا، هو ازعل عليا في ساعتها وسلام عليكم بعد كده خلاص. اصل هقول لك حاجه، الزعل بيجيب مرض. هو في احسن من الصحه؟ هو في احسن من الواحد يقول الحمد لله على الصحه؟ وبعدين وانا افكر ليه اشغل نفسي بايه اللي هو ايه يعني؟ خلاص اللي يحصل يحصل. عالهموم متأقلمة، واللي يحصل ليا دايما راضية بيه ومسلمة. لما بلاقي ناس مثلا بتقلي ما بنحبك، انا ما عندي مشكله ما تحبينا بس احترمينا. يعني انا ما عندي مشكله ما تحبينا، مانك مجبوره تحبينا، مانك مجبوره تنعجبي بشخصيتي ولا بشكلي ولا شيء. ممكن انا ما اكون ستيلك ابدا، بس ما فيك تقولي بكرهك، لانه كلمه كره انت ما بتعرفيني لتكرهينا. الكره كلمه كبيره. يا ساتر من شر وغل البني ادمين، يا عالم انتوا اتعلمتوا الاسود فين. أنا من الناس اللي بينبسطوا بالأشياء الصغيرة، لأنه الإنسان يلي ما بترضيه الأشياء الصغيرة ما بترضيه الأشياء الكتير كبيرة. والدليل إنه أكبر نسبة انتحار بتصير عند الناس اللي عندها كل شيء بالحياة، عندها الصحة، عندها المصاري، عندها المال، عندها القصور، عندها النجاح. بيقولوا لك عندنا ديبريشن، زهقانين زعلانين وبينتحروا. الإنسان لازم يقول كتر خير الله. لا المصاري إلها قيمة، لا الجاه ولا المال، يوم من الأيام كلهم رح يتركونا، جسمنا وقوتنا رح تتخلى عنا. يبقى اللحظات الحلوة اللي عشتيها والناس الصادقة اللي ربيتيها حواليكي. الحياة تتغير بثواني، كلنا رح ننوجع بالحياة، ما عليه. الأنا كنز يلي اقتنع، بس نحنا مركبين عطمع. أنا كنت بتدلع على ماما، وأوقات أرد بقلة أدب أو أشخط أو بندم على كل لحظة ما اديتهاش فيها حب وحنان واهتمام. بندم أوقات أقول أنا كنت بشتغل كتير قوي، ما اديتهاش وقت، فما اديتهاش وقت كفاية. حتى لما كنت أقعد في البيت أفضل قاعدة في السرير، كتير تقولي طب تعالي اقعدي معايا. ماما قاعدة في السرير، ما عرفتش استثمر الفترة اللي هي عايشاها ان انا اشبع منها. كنت متصورة انها هتدومني طول العمر. فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني. ما في اصدقاء بالحياة، ما فيش اصدقاء في الحياة. لا بقولها علنا، ما فيش حاجة اسمها اصدقاء، اسمها معرفة. نقضي أوقات لذيذة مع بعض وكل واحد يروح لحاله. يعني إيه أصدقاء؟ أصدقاء لما أنا بحس فيكي، لما أنت تكوني تعبانة أنا بحس فيكي، لما أنت بتغيبي عني بشتاق لك، لما أنت بتعوزيني أنا بكون حاضرة. مش لما بتكوني مبسوطة أنا معك، ولما بتكوني أنت عندك problems أو أي حاجة بتلاقيهم طنشوا. ملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا اندال بامتياز. انا اعرف ان الست اما بتطلق بتتكسر. ليه؟ لا سمح الله. لا اتطلقتي في ايه؟ عادي اتطلقت، مش نهاية العالم، بداية حياة جديدة. لا مش نهاية ده العالم. كان زمان الست تتطلق فما تخرجش من البيت فعيب ومحدش هيتجوزها تاني. لا الست النهارده بتتطلق بتتجوز بعد العدة بيوم. عادي، في حياة جديدة أحلى وأفضل وتستمر الحياة واللي جاي أجمل ورائع. ما عيطتيش مثلا؟ لا عيط ليه؟ خبر اسود؟ اتطلقتي يا ست؟ ايه يعني اتطلقت؟ يعني بالعكس، تمام، حياة انتهت تيجي حياة تانية جميلة بعدها. طالما أنا مرتاحة وراضية ومبسوطة خلاص، راحتي أهم حاجة أنا كسمية. خلاص ما بقاش وجودك جنبي له معنى،
حبي لك كان حلم عمري واتقلب لعنة. الدنيا ما بتقفش على حد، الدنيا بتقف على الام والاب وبس وبس، وهنشد تحتيها خط. لا هنستنى حد يعبرنا، ولا هنستنى حد يجي يتجوزنا، ولا هنستنى حد يمن علينا بمكالمة تليفون ويسأل علينا وما يسألش. اتعودي ان بدل ما انتي اللي تطلبي الاهتمام ان هو اللي يشحته عشان تفضلي غالية وعزيزة. ما اللي راح راح، مع السلامة. الله يسهل عادي. ما بقى تعطي كتير قيمة للأشخاص أكتر ما بيستاهلوا، ما تقدس حدا بقى، صرت افهمها، نعطي كل إنسان حجمه. أوقات ناس قراب أنت عامل لهم كل شيء، عامل لهم كل شيء وبتقول لهم إني أنا بحبكم، بيأذوك. غريبة الناس، غريبة الدنيا دي، أعز الناس بيتغير عليا. أنا جدا عصبية لدرجة إني خسرت هواي عالم. أنا بنظري اللي يعصب بسرعة ويحكي كل شيء بسرعة هذا خلاص اعتبري إنه بس تجين تعتبري له بالنسبة له انتهى الموضوع. اوكي. الشخص هذا اللي يشيل بقلبه ويبين لك إنه هو عادي ومعصب منك وأنت مأذيته، هذا تأكدي إنه هذا قاعد يحضر لك مكيدة. طبعا. فاللي طلع عصبيته قدامك هذا ارتاحي من عند هذا شخص حقيقي ما يلف ويدور ويكذب. أريد الله يسامحني لأن أذيت نفسي هواي، طيبة قلبي أذتني تعبتك يا روحي وياي. شكرا كورونا. نعم شكرا كورونا، فقد وحدت البشرية لأول مرة في التاريخ، وحدت بين الغني والفقير، بين الحاكم والمحكوم، بين السياسي والمواطن، بين الضابط والغفير. شكرا كورونا. عرفت العيلة على بعضها، خليت الأزواج يقتربوا أكثر من أولادهم وزوجاتهم وتفاصيل بيوتهم. شكرا كورونا. أظهرت لنا كم كنا مفترين بحق النعم، كم كنا بعاد عن الحمد والشكر. شكرا كورونا لأنك أظهرت لنا أولويات حياتنا، أظهرت لنا حقيقة قوتنا وهشاشتنا وضعفنا وجبروتنا الكاذب، جبروت هزموا فيروس لا يرى بالعين المجردة. شكرا كورونا على الدروس، وخاسر جدا ما لا يتعلم من دروس بهذه القساوة والوضوح.